وبحسب ما نشرته جريدة الرياضية السعودية، فإن قرار نادي الاتحاد بالتعاقد مع لاعب أجنبي في يناير الجاري وتربط بالتخلص من بعض الأجانب الذين تجاوز عددهم 9 لاعبين في مقدمتهم البرتغالي جوتا، الذي تتم مفاوضات مؤخرا من أجل إعارته بعد وصول طلب من الاتفاق حول ذلك، لكن الأمر قيد المناقشة. وبحسب ما نشرته جريدة الرياضية السعودية، فإن الجهاز الطبي في نادي النصر أبلغ البرتغالي ليس كاسترو مدرب الفريق بحاجة كريستيانو رونالدو للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى عضلة السمانة، وسيخضع اللاعب لكشف طبي في الأيام ال5 القادمة. وكان نادي الاتفاق السعودي تعاقد مع الإنجليزي ستيفن جيرارد في الصيف الماضي بعقد حتى 2025، وخاض نادي الاتفاق السعودي 23 مباراة تحت قيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد هذا الموسم، وحقق الانتصار في 11 لقاء وخسر 7 مباريات وتعادل في مثلها، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد مرور 19 جولة.